لارام تعلن إلغاء رحلاتها إلى باريس وتوضح السبب. أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية يوم الخميس إلغاء الرحلات الجوية من وإلى باريس بسبب الإضراب الذي يشهده قطاع النقل العام في فرنسا، والذي أدى إلى تعطل الخدمات الجوية والحجز بشكل كبير. وأوضحت لارام في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر أنه وبعد الإخطار عن إضراب الخدمة المدنية بفرنسا في 19 يناير 2023 طلب من جميع شركات الطيران خفض عدد رحلاتها بنسبة 20%، ونتيجة لذلك تم إلغاء رحلات يومي 19 و20 يناير الجاري. وأفادت لارام في ذات البلاغ أن تقدم للعملاء المتأثرين بهذا الإلغاء الاقتراحات التالية: استرداد ثمن تذكرتهم بوسائل الدفع الأصلية، تغيير تاريخ الرحلة بشكل مجاني حسب التواريخ المتوفرة من وإلى نفس الوجهة، أو اختيار وجهة أخرى على ضمن رحلات الخطوط الملكية المغربية إلى أوروبا بتاريخ سفر جديد خلال 15 يوما من تاريخ الرحلة الملغاة، شريطة الاحتفاظ بمدة الإقامة الأولية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة لتغيير الوجهة فإن أي فرق في الرسوم يتحمله الراكب. وبدأت القطاعات الحيوية في فرنسا يوم الخميس إضرابا عاما احتجاجا على تعديلات حكومية في نظام التقاعد في البلاد. الملك محمد السادس يصدر تعليمات هامة إلى الجيش المغربي. تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قامت القوات المسلحة الملكية بتقديم هبة للقوى البحرية لدولة غينيا بيساو. أشرف على تسليمها محمد صالح العلوي القائم بأعمال سفارة المملكة ببيساو. وحسب ما أورده منتدى القوات المسلحة الملكية في حسابه على موقع تويتر، فإن هذه الهبة تأتي تعبيرا عن الصداقة التي تجمع البلدين، ورغبة الملك محمد السادس في تكريس التعاون والتضامن جنوب جنوب، وتنويع وتقوية علاقات التعاون بين البلدين. وأضاف ذات المصدر أن قائد أركان القوات المسلحة لغينيا بيساو الجنرال بيانغ ناتان عبر عن امتنانه للملك محمد السادس وللدعم المتواصل الذي تقدمه القوات المسلحة الملكية لقواته، سواء عبر التكوين أو التدريب أو الدعم اللوجستي، وكذا دعم الصحة العسكرية بهذا البلد. وأضاف المصدر أن الهبة عبارة عن زورق دوري سريع من طراز كورموران، وهو ثاني زورق من هذا النوع تهبه المملكة لدولة غينيا بيساو لدعم قدراتها في مراقبة سواحلها ومحاربة الجريمة البحرية. مسؤول سعودي ردا على وزير جزائري: سنستثمر في قلب الصحراء المغربية. إثر الجدل الذي أثاره الضباب الإعلامي والصفحات التابعة للنظام الجزائري التي ادعت أن وزير الصناعة الصيدلانية رفض قبول استثمار شركة بوك السعودية للأدوية، دخل مسؤول سعودي ليفضح كل هذه المزاعم. وحاولت أبواق النظام الجزائري تبرير قرار الوزير علي عون بكون الشركة المذكورة أرادت استثمار 16 مليون يورو فقط، والذي وجدته مبلغا هزيلا ويستطيع أي مستثمر جزائري أن يوفره. وأفاد مجاهد القحطاني عبر تغريدة في تويتر بأن شركة بوك هي التي بادرت إلى الانسحاب لعدم قبول المسؤول الجزائري خريطة المغرب الحقيقية. وتابع المسؤول السعودي ردا على تعليق مستفز لمتابع جزائريين: يا رجل، كانت مجرد مجاملة للرئيس تبون، وإلا الساعة المباركة إلغاء الاستثمار لديكم، فأنتم بلد غني طوابير وشعبه يعيش في شوارع فرنسا، خليني سكت. وأضاف: الشركة سوف تتجه لبلدنا الثاني الجميل المغرب، وبإذن الله الاستثمار في الصحراء المغربية وفي مدينة العيون المغربية. مصدر هذا الخبر موقع أنالخبر.com. أثارت جدلا منذ ظهورها. وزارة الداخلية تلمح إلى قرب إنهاء العمل بتطبيقات النقل السري بالمغرب. أصدر التنسيق الوطني لهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب أصدر بلاغا يتضمن جملة من النقاط التي تهم المهنيين. وتضمن البلاغ توصل موقع أخبارنا بنسخة منه نقطة تطبيق النقل السري في المغرب التي أثارت جدلا واسعا منذ ظهورها ورفضا قاطعا من لدن مهني النقل. وفي هذا الإطار أورد بلاغ التنسيقية أن الولي الكاتب العام لوزارة الداخلية عبر عن غضبه بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن الوزارة ستسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل. وفي مواضيع ذات صلة زاد المصدر أنه تم الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336 لا سيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة وإبرام عقود لاستغلال السائقين المهنيين المزاولين. كما أنه تم عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع تغطية
الرعاية الصحية الإجبارية لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالموضوع، بالإضافة إلى التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عملية نموذجية. وبخصوص المذكرة 750 المتعلقة بمشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، يكشف البلاغ عبر الولي الكاتب العام لوزارة الداخلية عن تفهمه لتخوفات المهنيين، والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء. وفيما يتعلق بمواكبة ودعم مهني وسائق سيارات الأجرة في مادة الغازوال، فقد تقرر مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للتنسيق الوطني، يشرح البلاغ. وبالتالي يهيب التنسيق الوطني بجميع مهني وسائق السيارات الأجرة بالاستمرار في التعبئة وإلى الالتفاف حول مكونات التنسيق الوطني والاستعداد للمحطات لأي طارئ. تجدر الإشارة إلى أن سائقي سيارات الأجرة بحجمها لطالما اصطدموا بأصحاب تطبيقات النقل السري ومحاصرتهم في أكثر من مدينة مغربية، نظرا إلى أنهم يهددونهم في مورد رزقهم الذي اعتادوا عليه لعقود من الزمن حسب تصريحاتهم في أكثر من مناسبة. النبت يرشح الوداد الرياضي لبلوغ نهائي كأس العالم للأندية. رشح الدولي المغربي السابق نور الدين النبت فريق الوداد الرياضي لبلوغ نهائي كأس العالم للأندية المقررة ببلادنا مطلع شهر فبراير القادم. وقال النبت في حوار أجراه معه الموقع الرسمي للفيفا: لدي اليقين أن الوداد قادر وعازم على الوصول إلى المباراة النهائية إن شاء الله، وذلك راجع لاستضافته البطولة على أرضه وأمام جمهوره. أريد أن أستغل هذه الفرصة لشكر فيفا لثقتهم في المغرب لاستضافة هذه البطولة للمرة الثالثة، مما يؤكد أن المغرب قادر على استضافة البطولات الكبيرة. ومعلوم أن الوداد الرياضي البيضاوي سيستهل مشواره في الموندياليتو بمواجهة الهلال السعودي في دور ربع النهائي.